انا قررت النهارده اعمل بيتزا. فانا حطيت علبه زبادي، كوبايتين لبن، نص كوبايه سمنه، ومفروض هحط كمان زيت، وهحط كيلو دقيق. معلش انا اسفه ما وريتكمش عشان كنت لوحدي، فما كانش معايا حد عشان يمسك الموبايل، وانا عجنتها وحطيت عليها زيت، ولميتها بزيت في الاخر يعني، وهنسيبوها لما تخمر، وبعد كده هوريكم هنعملوها ازاي. العجينه بعد ما خمرت هقرصها طبعا وارجع لكم تاني. دي الصينيه الكبيره اللي هعمل فيها، مش هعمل في صواني صغيره، انا عندي الفرن بره كبير، فهحط فيه الصينيه ديت، بحيث ان انا يعني ايه ما اعملش كذا صينيه يعني. انا بحاول افردها في الصينيه، بس هي لسه ايه زي ما انتم شايفين كده، عايزه استنى شويه ترفع. بس العجينه تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه. الزيتون ده انتوا مش عايزينه؟ لا لا خلاص. بصوا كلها ميكس جبن ولحمه، مش بس دي مش لحمه مفرومه، دي لحمه قطع صغيره كده، وانا عاملاها بطريقه معينه هبقى اعرفها لكم. بتوم، بس الصلصه معموله بتوم، ومعاها اللحمه استوت فيها، وبيبقى طعمها جميل قوي. طبعا زي ما انتم شايفين الصينيه، وهندخلها الفرن. ودي البيتزا لما طلعت، تاتا، ايه رأيكم؟ جميلة مش كده؟ حسبي الله ايدك تتلسع، دي لسه طالعة من الفرن. هي فين؟ ودي الصينية التانية، لا هوريهم الصينية التانية، احنا لسه اكلنا منها بقى، يعني هما ما استحملوش واكلوا منها، بس تحفة تحفة. عارفين يعني ايه تحفة؟ ما ينفعش الفوق عشان تبان كلها. اهي تحفة 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 بمعنى كلمة تحفة، واللحمة فيها مستوية وجميلة. قطعينا دي بقى. طريقتها سهلة قوي يا بنات. هروح اكل بقى عشان مش مستحمله الصراحه، انا جعانه قوي، عماله اكلمكم عماله القط حاجات كده. هي دي بقى عايزه بيبسي جنبها، وتقعد بقى في السرير كده، تاخد طبقك فيه البيتزا بتاعتك وكوبايه البيبس، ويا ريت البيبس كمان يتحط فيه تلج. يا سلام.